في رأيي الشخصي ان ده ممكن يكون من اقوى القطاعات اللي تعمل اداء محترم في البورصة في 2026. ده توقعي انا الشخصي، وهقول لك عليه وهقول لك القطاع وهقول لك كل حاجة. بس قبل ما ابدا عايز افكرك ان احنا عندنا برامج تعليمية للبورصة، سواء انت جاي من تحت الصفر ما تعرفش يعني ايه بورصة وخايف تبدا، او بقالك 20 سنة بس نتائجك مش تمام. في جميع الاحوال عندنا برامج تعليمية عملية خطوة بخطوة، مش مجرد فيديوهات بتتفرج عليها وتمشي. بنعلمك تحليل الاسهم وتحليل الاسواق المالية، وبنعلمك ازاي تتخذ القرار المظبوط المدروس. انا محمد فاروق، بقالي 21 سنه في البورصه، بدات سنه 2005. يلا بينا نبدا. بص، قبل ما اقول لك اسم القطاع ده لازم اديك تحذير. هذا القطاع فيه فولاتيليتي عاليه، ولو انت مش عارف بتعمل ايه واشتريت اسهم غلط جوه القطاع ده انت مش هتكسب، انت هتطلع خسران، ممكن تخسر جامد. فالموضوع مش موضوع هي يلا قطاع حلو يلا نخش فيه، لازم تبقى فاهم كويس جدا جدا انت بتعمل ايه. دي نقطه رقم واحد. عايزك تتخيل ان انت ركبت آلة زمن ورجعت ورا زمان اول ما اخترعوا الانترنت، وتخيل ان جوجل كانت لسه شركة صغيرة لسه محدش يعرفها قوي وانت اشتريت فيها، واشتريت مايكروسوفت واشتريت امازون. كان ممكن يحصل ايه؟ تخيل كده لو كنت رجعت ورا بالزمن وعملت كده. طبعا دي فرصة وراحت وخلاص، واللي حصل حصل، واللي لحقها لحقها. النهارده في حاجة شبه كده بتحصل بالظبط، لان في تغير بيحصل في العالم النهارده. في ناس بتقارنه بالتغير وقت ما الانترنت اخترعت، وفي ناس بتقول لك ده اكبر بكتير جدا، ده اكبر تغير تكنولوجي حصل في تاريخ البشريه. ده قطاع الذكاء الاصطناعي. ولو انت عايز تشتري في اسهم الذكاء الاصطناعي موجود في البورصه الامريكيه بالهبل منها، بس لازم تبقى فاهم تشتري ايه وما تشتريش ايه علشان ما تتبهدلش. ولو عايز تعرف معلومات اكتر عن البورصه الامريكيه وعن البورصه عامه، هتلاقي جروب تعليمي في الصفحه الرئيسيه، هتلاقي فيه معلومات مفيده جدا وهيلفت انتباهك لحاجات كتيره ممكن تكون مش عارفها. انا قلت لك ان انا السنه دي عندي في البورصه الامريكيه 4 اسهم ضبلوا. يعني الضبل انا من اول 80% بحسب ان السهم ده اتضرب في اتنين، في اللي في سهم عندي عمل 130%. خلاص، من الاسهم دي في منهم اسهم ذكاء اصطناعي، بس على فكره في نفس الوقت اللي فيه اسهم بتضبل في اسهم بتقع، لان الموضوع مش موضوع هي يلا قطاع حلو يلا نخش. قطاع حلو، قطاع حلو طبعا. جوه القطاع لازم تعرف تختار ايه، لان دايما في اي تغير تكنولوجي هيكون في شركات رابحه وهيكون في شركات خاسره، وفي معايير بالهبل لازم تدرسها علشان تبقى فاهم كويس قوي انت بتعمل ايه، بدل ما تخش تتخور وبدل ما تخش تخبط. انا في رايي الشخصي ان في كذا جوجل وفي كذا امازون وفي كذا ابل، بس لسه ما بقوش بحجمهم. يعني بمعنى شركات ممكن يكون عندها نفس البوتنشال اللي كان عند جوجل وابل وامازون لما كانوا لسه بيبداوا. ودي يا جماعه حاجه ممكن تحصل مره كل 10 سنين، ممكن تحصل مره كل 20 سنه، ممكن تحصل مره كل 30 سنه، ممكن عمرك كله تخبط في تغير تكنولوجي واحد من دول، حسب نصيبك وحسب رزقك. بس في النهايه لما تخبط في حاجه زي كده مش من الحكمه ان انت تقعد تتفرج، الحكمه انك تخش تشوف الدنيا بيحصل فيها ايه طالما انت راجل مستثمر ومهتم في البورصه. لان طالما الدنيا بتتغير يبقى في شركات معينه بتغير، والشركات المعينه دي ممكن تكون استثمارات ناجحه جدا. لو عايز تتعلم البورصه من الصفر وما تعرفش اي حاجه، او بقالك 20 سنه بس نتائجك مش تمام، عندنا برامج تعليميه منفصله، واحد لده وواحد لده. ابعت لنا على رقم الواتساب اللي في الصفحه الرئيسيه في القناه، هنعلمك البورصه خطوه بخطوه ان شاء الله.